اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. حطوا لي بقى لايك للفيديو، لو بتشوفوني لاول مره يا ريت تشتركوا. النهارده هنعمل مع بعض روتين المدرسه، ان شاء الله كده يعجبكم. اول حاجه يا جماعه، معلش عشان زوري واخده في برد، كلنا واخدين برد البيت كله. مش عارفه في ايه. الحمد لله طبعا على كل حاجه. اول حاجه كده بعمل للولاد السندوتشات، اللي هياخدوها واللي هيفطروها هنا يعني قبل ما يمشوا. فبعمل كده لانشون. طبعا اللي عايز لانشون بعمل له لانشون. انا بحط من كله يا جماعه، يعني بحط من النوتيلا والجبنه الرومي واللانشون مع بعض. بنوع لهم يعني في السندوتشات عشان ما يزهقوش. وبحط الجبنه الرومي، انا عندي ولادي بيحبوا الجبنه الرومي اللي هي مش قديمه قوي، يعني مش اللي بتتفتفت دي طبعا سليمان كان جايبها. دي قديمة خالص، اللي بتكون حادقة شوية دي. في نوع جبنة رومي اسمه وسط، يعني ايه، مش قديمة قوي زي كده. انا كنت جايبه لهم الصراحة ليلة المدرسة، فاستخدمته فعجبتهم الجبنة. لما سليمان راح جاب لهم الجبنة دي مش عجبتهم، فهي احلى يعني. تانية ملحها اخف وغير كده مش ناشفة، طرية، يعني شبه بتاعة المانيا اللي كنا بنشتريها هناك. هما كانوا بيحبوا اللي كانت بتاعة المانيا بصراحة. وهنا بقى بعمل لهم نوتيلا اهو، بنوع لهم زي ما بقول لكم كده. مش بكتر بصراحة، يعني انتوا لو لاحظتوا انا بحط على المعلقة حتة بسيطة وبوزعها في الرغيف وخلاص. ما بكترش نوتيلا، لان كتر الحاجات دي مش صحية بالنسبة للاطفال. بس هما يعني ايه، طلبوها، فانا ما حبيتش اكسفهم علشان خاطر يروحوا المدرسة كده وهما ايه ما بيزهقوش من السندوتشات. فلما طلبوها جبتها لهم. وجبت لهم بقى كيوي، هما بيحبوه. يعني المفروض اصلا ان اياد وليندا وريان بيحبوا الكيوي، بس مش اكلوه. رجعوا لي من المدرسة سايبينه ما اكلوهوش، مش عارفة ليه. والله انا اشتريته مخصوص علشانهم، يعني لان هما كانوا بياكلوه، فلما جبته لهم هنا مش اكلوه. بقطعه كده وعشان احط لهم هما الكل. حتى حطيت لآدم منه برضو مش اكله. يمكن يعني ياكلوا، بس ما اكلوش. ده كده بتاع ريان اهو. حطيت له السندوتشات وهحط له الكيوي فوق كده. انا مش عارفه والله انتوا سامعين يعني صوتي، فاهمين كلامي اللي بقوله، ولا الصوت عامل عندكم؟ معلش بقى اعذروني. زي ما بقول لكم هي دورة اصلا في الاطفال كلهم. واحنا بناخد من الاطفال، يعني الكبار بيتعبوا من الاطفال. فبقول مش مشكله، يا ريت احنا نتعب وهم لا. كنت بحط لهم 2 نوتيلا وواحد لانشون وواحد جبنه للكل يعني. كنت طبعا بشيل السكينه علشان خاطر هم مش بيعملوا بها حاجه. بسيب المعلقه وبسيب الشوكه، يعني الشوكه للفاكهه والمعلقه للزبادي. اهو كده جهزت اللانش بوكس كلهم، وهحط كده كل واحد في شنطته. دي شنطة آدم، حطيت له اللانش بوكس والزمزمية. ودي شنطة رؤى، هما بدلوا مع بعض الزمزميات. حطيت له العصير، طبعا كنت ناسية احط له العصير لآدم، لا حطيت له. وبحط ليويو اهو. كلهم بقى ايه، اياد وآدم وريان بدلوا مع بعض الزمزميات. ليندا لا، بتهيألي ليندا غيرت. ليندا كانت بتاعتها الموف لون اللانش بوكس، فهي غيرت مع يويو، اخدت منه الزمزمية الحمرا دي. الشنط برضو صغيرة، تحس اللانش بوكس اكبر من الشنطة. كده خلاص بقى ايه، حطيت لهم. جيت هنا بقى علشان اجهز الفطار لنا اللي هناكله، يعني نفطر بيه. عملت كده الشاي اهو. بعمل شاي بلبن يعني للكل. انا الصراحة ما بحبش خالص خالص اشرب اللبن كده، مستحيل. يعني اما اشربه عليه نسكافيه،
يا اما شاي، انما اشرب لبن ساده ما بحبش ابدا. حطيت كده كل واحد على عين علشان يغلوا سوا، وجهزت بقى كده الكوبايات اهو اللي هنفطر فيها. طبعا الولاد حطيت لهم حليب كده من الازازه على طول، علشان التاني ما يكونش سخن عليهم ويتعطلوا وهم بيفطروا، لان شايفين انا بغليه، يعني انا بغليه ليا انا وسليمان، لكن هم مش بغليه ليهم عشان خاطر هيبقى سخن عليهم جدا، وكده كده هيستنوا لما يبرد. فلا ايه، الواحد يحطه برد وخلاص. حطيت لهم شويه شاي صغيرين علشان يشربوا، ما يقولوش يعني انت مش حطيت لنا شاي، هما بيحبوا عليه شاي برضو. قعدنا بقى انا والولاد نفطر اهو. كان سليمان لسه بيعمل كده في شويه حاجات وكنت عماله انادى عليه، فقال لي افطروا انتوا وانا هفطر على السريع يعني. فقعدنا احنا والولاد كده نفطر، كنا بنتكلم بقى وبيحكوا لي هما بيعملوا ايه في المدرسه، او ريان وليندا بيحكوا لي هما بيعملوا ايه في الحضانه. فكنت قاعده كده بستمع، يعني ايه بسمع لهم. كنت حابه جدا الفتره دي، يعني ان انا اكون قاعده كده بنفطر وبنتكلم معاهم واسمعهم بيقولوا ايه. كنت الصراحه مستمتعه، يعني لما تقعدوا كده وتسمعوا ولادكم هم نفسيهم بيحبوا كده جدا يا جماعه. فانتوا حاولوا كده تدوا نفسكم فرصه او وقت شويه، ان انتوا تسمعوا فيه الولاد، مش دايما وقتكم يكون مشغول، لان احنا دايما وقتنا مشغول بصراحه. فلما لما كنت قاعده معاهم كده بسمعهم كنت مبسوطه. وهنا برضو كنت ببص كده على الكومنتات بتاع الفيديو اللي كان نازل لكم بالليل، وبشوف برضو رأيكم ايه في الفيديوهات وكده يعني. اي وقت فاضي بكون قاعدة كده في فاضية شوية، بروح مرة كده على الكومنتات اشوفها، اللي بقدر ارد عليه برد، اللي مش بقدر ارد عليه بحط له مثلا قلب، او بشوف كومنتكم الكومنتات يعني، وباجي ارد عليكم في الفيديوهات. فربنا يخليكم لينا ويسعدكم زي ما بتسعدونا والله. قلت لهم بقى كل واحد يشرب اللبن بتاعه علشان تكبروا، علشان تبقوا اقوياء. يعني انا بفضل واقفه على يعني على راسهم في اللبن بالذات، بفضل كده اقول لهم اشربوا اللبن اشربوا اللبن، مش عايزاهم يمشوا من غير ما يشربوا كوبايه اللبن، لان هي مفيده. كده خلاص بقى هم نزلوا عشان يمشوا. ربنا يحفظهم ويحفظ لكم اولادكم يا رب. اكتر اتنين فرحانين بالمدرسة ليندا وريان، عشان عمرهم ما راحوا. وادم برضو بحب المدرسة واياد، بس هما راحوا قبل كده عندهم يعني فكرة، انما ليندا وريان مش كان عندهم اي فكرة، ففرحانين جدا. سليمان ساب الشاي باللبن بتاعه، انا طبعا فضيته هنا كده، وفضيت برضو الشوية اللي فاضلين من الولاد هنا، عشان يبقى نسخنهم ونشربهم تاني. انا بقى حطيت كده الكوبايات ركنتها وطلعت الحاجات اللي هطبخها، جهزت يعني الحاجة اللي هطبخها علشان خاطر تفك معايا. طلعت كده لحمة مفرومة اهو، كنت مطلعة كيس فحسيت ان التاني اكبر منه، فرحت مطلعة التاني. كنت بقفل برضو البوابة بعد ما هم مشيوا. انا بقى طلعت نمت لي شوية وعملت كذا حاجة كده، وبعدين الولاد جم اهم، ما فضلتش يعني فضلت قاعدة شوية، عملت كده كذا حاجة ورايا، وبعد كده طلعت نمت لي شوية. قلت اما استغل الوقت ده وانام لي كده ساعتين ولا حاجة، لان ما كنتش نمت اصلا وكان عنده صداع من قلة النوم. هنا هم كانوا داخلين بقى، شفتهم هم رايحين فقلت اما اصورهم لكم هم جايين. شايفين؟ انا كنت غاسله الرز ده من بالليل ومصفياه، يعني غسلته وصفيته بس مش نقعته، مش خمرته يعني. جبت بقى المطحنه هنا دي اللي بتطحن الحاجه بودره كده عشان اطحن فيها الرز. المطحنه دي بتخلي معاك الرز بودره كده، بتخليه زي السكر الناعم كده. طبعا بطحن كده شويه شويه علشان مش هحط فيها كتير وما ينطحنش حلو.
ودي برضو اللي بعمل فيها التوابل، بعمل فيها الكمون والفلفل الاسود والكزبرة. جميلة الصراحة القطعة دي في الخلاط، يعني انا بحبها، تنفع على حاجات كتير. ولو عايزة تعملي عليها سكر بودرة بدل ما تشتريه من بره بتعمليه. بحط شوية شوية. طبعا الرز ناشف يا جماعة، لازم يكون ناشف ومش فيه ولا نقطة مية، علشان دي كفتة رز. انا هنا كنت بعمل كفتة الرز يا جماعة. حطيت هنا بقى بصل وتوم وخضرة من بتاعة المحشي اهي. انا قلت بقى ما احط كله يعني مرة واحدة، وهفرمه كده الاول علشان خاطر الحاجات دي تكون ناعمة معايا، لان دي كفتة رز زي ما بوريتكم ان الرز ناعم، فكل حاجة لازم تكون ناعمة مع بعضيها. اهو بطحن الخضرة كده مع البصل مع الثوم، وبعد كده نزلت عليها اللحمة اللي عندي اهي، عشان خاطر افرمها برضو مع الحاجات دي تكون كلها كده ناعمة مع بعضيها. الصراحة المدارس دي بتخلي الواحد نشط شوية، يعني بتتحركوا كده كتير وخلاص، بتهتموا بقى بان الغدا يكون جاهز بدري، علشان الولاد يجوا ياكلوا، زي ما انتوا عارفين يعني انا كفتة الرز دي ما بتاخدش معايا وقت بصراحة. عملتها بسرعة على الاكلة دي وكلنا بدري، يعني الاولاد رجعوا اصلا من المدرسة معاهم سندوتشات، ما كانوش كملوا سندوتشاتهم، فقلت لهم خلاص كلوا سندوتشات كل انتوا راجعين بيها دي، على ما اجهز لكم الغدا. فقالوا لي ماشي. حط هنا كزبرة وكمون وفلفل اسود وملح عليها، وهقلب كده كله في بعضه بايدي كده. هخلط بقى الرز اللي احنا طحناه مع البصل بالفلفل، مع البصل بالثوم بالخضرة باللحمة. لازم بقى نخلط ده كويس جدا علشان خاطر كل الرز اللي عندنا يتغلف باللحمة اللي عندنا. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ كلها اتغلفت كده مع بعضيها. هنا بقى كنت هعمل فرخة برضو جنب الاكل، علشان ايه؟ اخد كده الشوربة بتاعت الفرخة ونعمل بها الكفتة، الصلصة بتاعت الكفتة. عملت الحشوة طبعا انتوا متعودين عليها وعارفينها، مش محتاجة ان انا اقول يعني. هقلبها كويس جدا وهبتدي ان انا احشي كده الفرخة اهو. طبعا الرز بتاع الحشو مش كتير علشان مش هتفرقع معايا، وغير كده عشان يلحق يستوي. انا كنت واخداه من الرز اللي كنت غسلاه بتاع الكفتة. بحشي طبعا تحت الجلد اهو زي ما انتم متعودين، وفي الفرخة من جوه، وخلاص على كده. هبتدي بقى ان انا اقفلها كده كده. خلاص الفرخة جاهزة معايا. حط هنا بقى شوية زيت علشان خاطر نصبع الكفتة. بحط كده ايدي يعني في الزيت اهو، ونصبع الكفتة كده، بيكون الصباع بيتصبع بكل سهولة معاك وما بيلزقش في ايدك، لان الكفتة من النوعية اللي بتلزق في الايد. مش عايز تعملي بزيت اعملي بدقيق، بس الزيت احلى، يعني ممكن تحطي دقيق وتعمليه في ايدك كده. لازم الحركة دي يا جماعة عشان الكفتة بتلزق في الايد. بعمل بقى صوابع كده طويلة، يعني على قد ما اقدر بحاول اخلي الصوابع شبه بعضيها، نفس المقاس يعني ونفس الطول والشكل. وبرضه احيانا بعمل دواير كده، يعني بنعمل صوابع ودواير اهو. هنعمل طبعا كله بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وطولة ما احنا بنعمل زي ما بقول لكم بنحط على ايدينا زيت. اللي حسيت ده طويل شوية كده فايه شلت منه حتة. شايفين شكله؟ انا الصراحة بحب كفتة الرز جدا. مين ده بيحبها؟ يعني انا احبها اكتر من الكفتة اللي باللحمة صافي، ما بحبهاش بصراحة. منزليش من زور الكفتة التانية دي كده الكمية كلها. طبعا انتوا ممكن تعملوا زي كده وتروحوا محمرينها وحاطينها في الفريزر، تطلعوها على الصلصة على طول. الصراحة بتكون جميلة، يعني تعملوا كمية تفرزوها وتطلعوا منها وتحطوها في الصلصة على طول، بتنجز معاكي، ومن الأكلات الحلوة واللي كله بيحبها، كبار وأطفال وكله. وهنا بقى سخنا الزيت كده وحطينا الكفتة فيه. طبعا ايه، اقفي جنبيها، يعني حاولي تخليك جنبيها كده علشان خاطر الكفتة تتحمر بسرعة. والفرخة حطيتها على النار. وهنا بقى هطبخ الرز بشعرية، عشان لازم جنب الأكلة دي رز بشعرية يا جماعة، لازم.
ممكن تاكلوها بعيش، يعني ممكن الناس تاكلها بعيش لان هما بيكتفوا بالرز اللي في الكفتة لانها اسمها كفتة رز، بس احنا بنعمل جنبها رز بصراحة. هقلب كده الكفتة اهو اللي اتحمر معايا بسرعة، هقلبه علشان مش يتحرق معايا. وطبعا لازم تاخد لون غامق كده زي ما انتوا شايفين، لانها لسه بتتحط في الصلصة، فلما بتتحط في الصلصة لونها بيفتح. فانتوا حمراها كويس، يعني حمراها من كل الجوانب كده. هنا بقى كنت بدي اعمل الصلصة، عملت كده كام فص توم خرطتهم تخريط على السريع، يعني حوالي 4 فصوص توم كبار كده علشان نعمل صلصة الكفتة. وهنا الطماطم اهي، نص درق طماطم مش اكتر، لان الكمية مش كبيرة فمش عايزة لها طماطم كتير. والشعرية اتحمرت معايا. انا طبعا كنت بطبخ بسرعة 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 عشان الولاد، بس هما كنت كل شوية اسألهم جوعتوا، قالوا لي لا، فكنت بطمن اكتر بصراحة. وزي ما بقول لكم الاكله دي اصلا ما اخدتش معايا وقت، يعني يمكن الموضوع كله ساعه. ساعه لما الفرخه استوت والكفته اتحمرت واتعملت، كان ساعه وكنت مخلصه. فيعني ايه، زي ما بقول لكم من الاكلات اللي بتنجز معايا بصراحه. انا بفكر اعمل كميه كفته واحمرها واحطها في الفريزر زي ما بقول لكم كده. حمرت التوم اهو، هنزل عليه بالطماطم وشويه سكر زي ما انتم متعودين، وهسيبها بقى تتسبك. قلت لازم ادلعكم. كان في 4 حبايات جوافه كده، ايه خفت لا يبوظوا. كنت جايبه جوافه يعني بناكل منها اكل كده، فقلت تعالوا بقى اما اعمل لكم عصير عشان ما تبوظوش خساره. كانت اصلا مسكره وحلوه، والايام دي الجوافه منتشره في مصر. مش كنت مفتكره انها هتطلع تاني بسرعه كده بصراحه، لان هي لسه خلصانه من فتره قريبه. عملت بقى درق عصير محترم اهو. انا عملت جوافه لان ادم ما بيشربش غير عصير الجوافه، فانا قلت خلاص هعمل للكل جوافه. كده الفرخة خلاص يعني يعتبر استوت. هاخد بقى المرقة بتاعتها واحطها كده على الصلصة بتاعت الكفتة. يا سلام يا سلام. هنزل بقى الكفتة كلها كده في الصلصة واسيبها حوالي نص ساعة. هنا بقى حطينا وغرفنا وقعدنا ناكل احنا والاولاد. طبعا إيه مش صورنا يا جماعة، حبينا الصراحة يكون كده يوم اسري كده، من غير تصوير ومن غير اي حاجة والله. قلت تعالوا ناكل سوا كده، حتى هم قالوا عايزين، قلت لهم نصور، قالوا لي لا. قلت لهم خلاص ماشي. فاحنا خدنا بس اللقطة من ضمن الروتين اللي انا بعمله لكم يعني. بس فصلنا كده الكاميرا واكلنا مع نفسينا والصراحة يعني، واتكلمنا زي ما بقول لكم كده، خليتهم يشاركوني عملوا ايه في المدرسة وعملوا ايه في الحضانة، وفضلنا نتكلم وكنا مستمتعين وبنضحك ومبسوطين. فكان يوم جميل والله العظيم من اوله لاخره. كنت بوزع بقى عليهم، كنت بسألهم كل واحد عايز ايه. اللي عايز دبوسة كنت بديه، اللي عايز من الصدر كنت بديه، فكنت بوزع كده عليهم هم الكل. قولي لي بقى رأيكم ايه في الفيديو ده بتاع النهاردة. يا رب كده يعجبكم. انا حاولت كده على قد ما اقدر اشارككم يوم كامل. هو اي نعم مش يوم كامل بكل تفاصيله، بس حاولت على قد ما اقدر اشارك معاكم يعني اكتر الحاجات اللي انا عملتها في اليوم ده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا كده بتتحفزوا من الفيديوهات او بتتحمسوا منها، او اكون بقدر اشجعكم انكم تعملوا اي حاجة. وربنا يخليكم ليا ويخلي كومنتاتكم اللي زي العسل والله. انتوا اصلا ناس زي العسل. انا عندي الولاد بيحبوا كفتة الرز جدا، بيحبوها جدا. فعلشان كده يعني مش بعملها كتير اصلا، يعني على ما ارجع اعملها تاني بيكونوا مشتاقين ليها. طبعا الاكل ده فاض، وتاني يوم اكلنا منه، مش اكلنا كله بصراحة. الرز والكفتة فاضوا والشوربة، فتاني يوم اكلنا كده منه. عشان احنا بقينا نصور معاكم يوم ويوم زي ما بقول لكم، فبقى الاكل اللي بيفيض بناكله تاني يوم بنسلك بيه. احيانا بقى نصور واحيانا ما نصورش، يعني على حسب.
انا والله سكت وبقيت اركز كده في الفيديو ومع الولاد، لان الواحد لما بيكون بياكل ما بيكونش شايف هما بيعملوا ايه. كده خلاص بقى بعد الاكل صبيت العصير اللي عملناه سوا علشان اشربهم كده ويقعدوا بقى يذاكروا. انا يعني مسحت الطبلية وشلت الاكل من عليها وسبتها لهم في الصالة يذاكروا عليها، اللي ورا حاجة يكتبها، اللي ورا رسم يرسموا كده يعني. يا رب يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ادعموني عليه باللايكات الكتير الكتير وكومنت زي العسل زيكم، واشوفكم على خير ومع الف سلامة.